السلام عليكم الشبيبه والرياضه تاعنا كالعاده يضرب لا قريب يضرب. اليوم لافو تاعي راح تكون ناقصه، اليوم فيديو راح يكون ناقص شويه على بالي باسكو انا لافو تاعي تسقم الفيديو شويه كتبوش على روحنا بعد غياب طويل. جماعه الفيديو تاعنا اليوم راح يكون اليوم ما راحش نقول لك على الفيديو تاعنا. راك شفت الفوطو قبل ندخل قريت العنوان، هنا العنوان راه باين خلاص. على انا راح نقول لك على الفيديو تاعنا ثاني. الفيديو تاعنا اليوم راح يكون اغرب انواع حالات الفوبيا. يعني ديجا درت عليه فيديو في تيك توك. قبل ما نبداو الشبيبه تاعنا ما راكم دركا جنب الفيديو خلينا كومونتير شباب، ابوني لاشين الا ماكش ابوني لاشين، على بالي بلي ماكش ابوني لاشين يلا يطلق روحك. اول نوع من انواع حالات الفوبيا اليوم راح يكون فوبيا التليفون. يعد الخوف من استخدام الهاتف التليفون، وقالين التليفون هنا يعد الخوف من استخدام التليفون امرا غير طبيعي. اللي كتب هذا اللي كتب هذه ويني اللي كتب هذه وين سيرمون جزائري. خوف من استخدام التليفون امرا غير طبيعي. وفي هذا النوع من الفوبيا يخاف الشخص المصاب به من مجرد رؤية التليفون كالعادة. يعني عاودها حبيبنا ثاني. فعلى سبيل المثال إذا وجده على مكتب يبدأ في التوتر والابتعاد عنه، ومهمة إقناع هؤلاء الأفراد بالتحدث في الهاتف مستحيلة. يا ضرا فوبيا شابة. هذه الفوبيا ماشي انت اللي راح تفرح بها، لا هذه الفوبيا هي الوالدين تاعك هما اللي رايحين يفرحوا بها. على بالي كان راهم كارهين منك، راكم تشد التليفون. يا ضرا الوالد، يا ضرا الآباء راكم تفرجوا فينا. عجباتك هذا النوع من الفوبيا؟ اتمنى تكون عند وليدك. يا ضرا عجباتك؟ شو كيفاش دير له هذا الفوبيا؟ شو كيفاش دير تخلعوا؟ شو كيفاش تضربوا الراس وهكا بالك تولي يولي هذا النوع تاع الفوبيا عنده؟ سي بالك تقدر خاسر والو سي. ثاني نوع من انواع الفوبيا اللي هي فوبيا زبدة الفول السوداني. فهمت انا شي الحاجة اللي تخوف في زبدة الفول السوداني؟ ما عليناش خلينا نشوف. تعتبر زبدة الفول السوداني من الأمور المرعبة لدى البعض، ويقول علماء النفس إن الأشخاص التي تعاني من هذا النوع من الرهاب عدد قليل جدا معايا، هم يخافون من التصاق الزبدة في ساق الفم، فيهيأ لهم أنهم سيشعرون بالاختناق ومن ثم الموت. إيماجيني فهمت صاحبي؟ إيماجيني صح زعما واحد هكا يكون ياكل في زبدة الفول السوداني ويموت. هذا النوع من الفوبيا والله ما كيف نعبر عليه، نكذب عليك. زبدة الفول السوداني فوبيا، نديرو روحنا ما شفنا والو خلاص. ثالث حالات الفوبيا اللي هي فوبيا الزيتون. الزيتون حبيبي، الزيتون على بالي الشيء اللي راني نقول لك فيه غريب بصح ما تحير بوالو. كاينه منها يعني هذه ماشي نجي فيها من راسي ولا ثاني، جبتها لكم من عمي جوجل كيما الاولى. ما راكش مأمن صاحبي، ادخل دير فوبيا الزيتون تخرج لك والله تخرج لك. وهذه قادره حتى تصرى لك. هذه قال لك كاينه منها في العالم، برك في الجزائر بالك عندنا بالك وكاينه، غير بالك انت مازال ما تلاقيتش بها ولا مازال ما شفتهاش. برك ايماجيني برك انت عزيزي مواطن جزائري تدخل شي ريستورون كرحيتك، تكون جيعان، يكون قلبك خلاص غير في الماكله، تكون هكا مكونسونطري مع الماكله وشيخ هكا مع الماكله، وتخمم هكا في حياتك، تخمم في مشاكلك اذا كان عندك مشاكل، ولا انت كنت انسان مهني، ولا بالك راك تخمم في المستقبل تاعك، تخمم كيفاش راح تشري لامبورغيني، تكون هكا شغل في عقلك هكا تحسب في الدراهم هكا ربطات تسمع واحده تعيط تقول شكاين، تسمعها تعيط جروا ليا تقول ودي باينه كش ما كاين، تقول باينه بلي لقات فار في الماكله، ولا منين تلحق تقول لك الزيتون رفدوا عليا الزيتون تقول بالك الزيتون خاسر، تقول لك لا رفدوا عليا الماء، رفدوا عليا الزيتون نخاف انا من الزيتون، نخاف الزيتون. تصرى خويا باش تنصادم هنا في الفيديو معانا خير من لا تصرى لك برا في ريستورون تنصادم هكا باش تكون واجد لها. اذا صرات لك وصرات قدامك هكا تفكر ترجع لا ميموار تقول العالم زكي هذه جابها لنا واحد الوقت وقالنا عليها حذرنا منها، هاي صرات اليوم. يا درا نجيب لكم غير معلومات شابين. انت برك ما على باليش على راك تفرج فيه ومازال ما درجام، ما على باليش على جبت لك هذو الانواع تاع الفوبيا وراني نثقف فيك، راني نوعي فيك، نجيب لك الامورات اللي موش دايرين، بصح انت مازال ما درجام. دير جام. رابع انواع حالات الفوبيا اللي هي فوبيا الاستحمام. الفوبيا راني ديجا درت عليهم فيديو في تيك توك، برك انت مازال ما على بالكش كونت تاعي تاع تيك توك، دير زكي حناش ويخرج لك وتدخل له شوفها. ديجا راه فيديو راه قديم ما جابش بزاف تفاعل، على باليش على الكونت تاعي تاع تيك توك ما بغاش يطلع، اليوتيوب ما بغاش يطلع، على بالناش علاه.
ما قادرين نجيب لكم غير المعلومات اللي ماشي دايرين. غير انا ارتيست وكاع. خلينا نشوف نولوا للسوجي تاعنا. فوبيا الاستحباب. استحباب ما نديرش عليا انا نخلط. فوبيا الاستحمام. من الغريب جدا ان يخاف شخص كبير من الاستحمام. قد نتوقع هذا الخوف من طفل صغير، والشخص الذي يعاني من فوبيا الاستحمام يقضي حياته بعيدا عن الماء. هل تتخيل كيف ستكون رائحة هذا الشخص؟ يهضر. ايماجيني انت برك في واحد في عمره 25 عام ولا 30 عام ولا ما يدوش، جامي يدوش. معايا كيفاش راح تكون؟ معايا ولا مش معايا؟ ايماجيني انت في الصيف تطلع في النقله، كتطلع في طونسبور تقعد حدا واحد هكا عنده هذه الفوبيا. اسكو راح تقدر تقعد حداه؟ ايماجيني تكون هكا في الكراكه وتكونوا واقفين، ايماجيني يطلع يدو هكا. انت الا كنت حداه راك ميت. كيما تستنشق هذاك الهواء الطبيعي، هذاك الغاز الطبيعي تقيبس ديريكت. هذا راه عباره عن قنبله موقوته راهي تتمشى. قادر هكا راهي يتمشى نورمال، يطلع يدو برك ينفجر. هذا راه مجرم اصاحبي. نوع واحد اخر من انواع الفوبيا اللي هو الخوف من الملابس، وما يسمى بالفيستوفوبيا، فهو الخوف من الملابس. وفقا لتقرير صدر عام 2011 في مجلة جراند راوندس. وقد يخشى الأشخاص المصابون بهذه الحالة ثوبا معينا، أو قد يخافون من الملابس الضيقة التي تجعل المرأة يشعر بالقيود. هذا وين عرفنا عليها؟ كاينين العميقين اللي يلبسوا اللارج عندهم فوبيا مساكين، وحنا ظالمينهم. احنا دائما نقولوا دي العميقين يلبسوا اللارج، مسكين شد بالك عنده فوبيا مسكين الملابس الضيقة. ظلمناهم على بالك. النوع الأخير من حالات الفوبيا اللي هو فوبيا المرحاض. صعيبة هذه شوية على بالك، صعيبة هذا النوع من الفوبيا. يطلق مصطلح رهاب المرحاض لوصف عدد من الحالات التي يواجه فيها الناس صعوبات بشأن استخدام المرحاض. قد يظهر هذا الرهاب على شكل خوف من الابتعاد كثيرا عن المرحاض، أو الخوف من استخدام المراحيض العامة، أو من أن الآخرين قد يراقبون أو يستمعون للشخص عند دخوله الحمام. صاحبي ديفوا نروحوا للغابة نلقاو هكا كارثة، واحد حط شي كارثة حطها في الغابة عند شجرة، واحد ديفونسيبو حطها عند الشط. نروحوا البحر وكا حتى تصيب واحد دير كارثة عظمى حطها لك عند الشط. واحد النهار ثاني قاعد نعوم هكا بلونجيت انا ونص كيما هكا ونلقى هاد الدور هكا عند راسي قريب والله غير شويه ويدير لي كارثه في راسي. صاحبي ومشي انت عندك فوبيا من المرحاض صاحبي وقاعد دير لنا في الكوارث، شو كيف دير حل عمرك؟ شو كيف دير هذيك وانا هكا دركاش نشوف. المهم نشوف فكر لها انت وخلاص صاحبي. المشكل تاعك مش مشكل تاعي انا باش نشوف لك انا حل. والله غير هذا النوع تاع الفوبيا غير هذا راه مشكله ليك ومشكله لينا. والله غير كون جات هذه النوع تاع الفوبيا يضرك غير انت والله ما نهضر لك عليه. ان شاء الله برك ما يجيش واحد الكومونتير هنا ويقول لي هذا عندي هذا النوع من الفوبيا، طالما ما عندكش كوراج بتجي تقولها لي هنا في الكومونتير. المهم والله اسمح لي برك اذا كنت تاكل ولا. المهم هذه هي الشبيبه والرياضه تاعنا كالعاده. كان هذا هو الفيديو تاعنا، هذا ما فيه اقرب انواع حالات الفوبيا. اذا كنت تشوف هذا الصوالح ولا دير جيم، اذا ما كنتش تعرف هذا انواع الفوبيا دير جيم ثاني، ابوني لاشين، بعث هذا الفيديو لصحابك، خلي صاحبك ثاني يشوف يستمتع. يا وهذه نتلاقاو في فيديو واحد اخر كالعاده. بالك مازالو كاين بزاف انواع فوبيا غريبه، بالك من القدام الى جاب هذا الفيديو تفاعل، بالك راني نزيد لكم بارت 2 ونحط لكم بيس. عيو لبالك والله عيفتونا لبالك، سورتو هذا الفيديو التالي تاع الطواليت صاحبي.